اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. الجزء الثالث والاخير او الفيديو الثالث من بلح رمضان 2024. الفيديو هنا اللي قبل كده اتكلمنا عن الاسعار بتاعه بلح السنه دي ان شاء الله. رمضان ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. رمضان 2024 اتكلمنا عن الانواع المختلفه للبلح واتكلمنا عن الاسعار وازاي نعرف اذا كان البلح ده طازه ولا متخزن، وايه انواع البلح اللي السكر بتاعها بيكون خفيف شويه، وازاي طريقه الحفظ. الحاج محمد موجود في العباسية، ميدان عبده باشا، شارع 10. واللي متابعني عارف ان انا بصور معاه بقالي حوالي 4 أو 5 سنين، وسر ان هو بيبدأ بدري ان البلح ده خاص بيهم، يعني دي المزارع بتاعتهم اصلا في قنا، علشان كده بيبدأ قبل اي حد وبالكتير على اول شعبان بيكون مخلص. الفيديو الثالث او الجزء الثالث والاخير النهارده خاص بالتمر الطري، سواء المصري اللي هو جاي من سيوه او السعودي اللي هو القصيم. هنشوف الانواع والاسعار، ومفاجاه الفيديو بتاع النهارده ميه زمزم، هنشوف برضو احجامها واسعارها المختلفه. لو اول مره بتشوفوني معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي، بفكركم ان الفيديوهين التانيين موجودين على القناه، لو حبيتوا حضراتكم تشوفوهم اكيد طبعا هتستفادوا كتير جدا. يلا بقى نشوف اسعار التمور الطريه بتاعت رمضان 2024. بسم الله ما شاء الله. ده بقى التمر المصري صح السيوي كده؟ السيوي. يعني ده مش زي القصيم السعودي. لا مش زي القصيم السعودي. ده سعره ايه بقى؟ ده سعره 60 جنيه كيلو بتاعه 60 جنيه. تمام. البلحه بتاعته جميله جدا ومسكره قوي 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 قوي. ده سعر الكيلو 60. ده سعر الكيلو 60. انا هاخد بلحه كده عشان ايه برضو الناس بتحب تشوف البلحه وهي طبعا طعمها مسكر. طبعا مش هقول لك بقى غير تدوقي، بس برضو يبقى ايه حضرتك شايفه الشغل كله زي ما هو. وادي واحده ثانيه اهي. انا يعني ليه بسال على ده تحديدا؟ لان الناس شايفه كل اللي جايين بيسالوا على المصري ده او السيوي، صح؟ ما شاء الله. ده بيسوس برضو يا استاذ محمد في الحر ولازم في الثلاجه ولا؟ طريقه الحفظ بتاعته لازم في الثلاجه. في الثلاجه. يعني ده يتاخد منك على الثلاجه على طول. انا عشان الجو الشتاء قاعد سايبه كده، لكن لو جو صيف لازم احطه في الثلاجه. ممكن يقعد معانا قد ايه في الثلاجه؟ كتير. الثلاجه يقعد كتير زي ما انت عاوزه. هو ده القصيم. طيب ده السعودي. ده السعودي. ده اصلا ده جاي من التوكيل السعودي اصلا. قول لي بقى، ده في منه انواع بقى زي البلح ولا هو نوع واحد؟ لا ده انواع. لا طيب ممكن بقى توريهم لي كده وتقولي اسعارهم ايه؟ حاضر. ده اصلا صقعي. ده اسمه الصقعي. عامل 175. طب ممكن بس ترفعه شويه؟ ده 100. ده 175. ده 175 الكيلو. العلبه دي كيلو. نبتة علي. ده اسمه نبتة علي. 150. ايوه 150 جنيه. رشديه. اسمه ايه؟ رشديه 150. ايوه. سكري 150. يعني 150 و175. المختلف بس هنا اصلا الميكس فيها. دي علبه مشكله صقعي على نبتة عاليه على مجدول. ما تحطش فيها. في علب تانية بتحط فيها عجوه المدينه، بس دي ما تحطش فيها عجوه المدينه. جايه عجوه المدينه بتبقى غاليه شويه. عجوه المدينه بتبقى غاليه شويه. الكيلو بتاعها بيوصل ل 500 و550 كمان. ده علبه ميكس عامله 200 جنيه. دي 200. خضري 150. ايوه. انا عايز اسالك على حاجه. الناس اللي بتجيلك بتبقى عارفه الانواع دي ولا بتشوف النوع كويس وتاخده وخلاص؟ لا، هي القصيم ليه زبونه. زبونه بيبقى جاي بيطلب الطلب بتاعه. هو عاوز ده او ده او ده. وفي طبعا الثلاثات هناك. كل ده كيلو. كل علبه من دي سعرها كيلو. وزنها كيلو. من 150 ل 175. وللميكس 200 جنيه. دي بقى اللي 200. عشان فيها 4 اشكال. تعالى بقى نشوف الثلاثات. ده بقى الثلاثات. العلبه دي 3 كيلو. 3 كيلو. ما شاء الله. دي عامله 450. ده ليه اسمه ولا؟ ده الصقعي. فاهم ازاي؟ وفي السكري اللي هو ده. في نبتة علي. طب ممكن ترفعه لي شويه؟ دي عامله كام؟ 450. برضو 3 كيلو. دي رشديه عامله 450. نفس السعر. كل الثلاثات عندي 450. يعني عندك كيلو وعندك 3 كيلو. ايوه. طيب انا شايفه بقى ما شاء الله ميه زمزم اللي كنت وعدتنا
ان هي هتكون موجوده السنه دي باذنك يا رب. قولي بقى حجم الازازه قد ايه؟ الجيركن ده قد ايه؟ 5 كيلو؟ ده 5 لتر. 5 لتر. ده عامل 525. 525. ودي 250 مللي عامله 55. ميه زمزم معروفه اصلا. والله انا عايزه اقول لك على معلومه، الله اعلم صح ولا غلط، بس انا سمعت ان ميه زمزم يعني من مكانها، ولا الكلام ده انا ما رحتش، وربنا يوعدنا جميعا. انا ما اقدرش افتي في حاجه زي كده صراحه يعني. بس هي صراحه انا لما دقت الميه دي جربتها يعني طعمها زي اللي دقتها هناك. ما شاء الله، ربنا يوعدنا يا رب. ربنا وعدني الحمد لله بكام عمره هناك. عقبالنا يا رب كده ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. السنه دي يعني ما المستورد قال لي هجيب لك حاجه حلوه جديده وتعملها مفاجاه، فانا جبتها لك. ميه زمزم والتمر. بسم الله ما شاء الله. ده بقى التمر المصري صح كده؟ السيوي. يعني ده مش زي القصيم السعودي. لا مش زي القصيم السعودي. ده سعره ايه بقى؟ ده سعره 60 جنيه. الكيلو بتاعه 60 جنيه. تمام. البلحه بتاعته جميله جدا ومسكره قوي 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 قوي. ده سعر الكيلو 60. ده سعر الكيلو 60. انا هاخد بلحه كده عشان ايه برضو الناس بتحب تشوف البلحه وهي طبعا طعمها مسكر. طبعا مش هقول لك بقى غير تدوقي يا استاذه امير تاني. معلش بعد اذن حضرتك دوقي كده عشان برضو يبقى ايه حضرتك شايفه الشغل كله زي ما هو. وادي واحده تانية اهي. انا يعني ليه بسال على ده تحديدا؟ لان الناس شايفه كل اللي جايين بيسالوا على المصري ده او السيوي، صح؟ ما شاء الله. ده مصري يعني؟ ده مصري، ده من بتاعنا سيوي. سيوي اصلا. ده بيفوز برضو يا استاذ محمد في الحر ولازم في الثلاجه ولا؟ طريقه الحفظ بتاعته لازم في الثلاجه. في الثلاجه. يعني ده يتاخد منك على الثلاجه على طول. انا عشان الجو الشتاء قاعد سايبه كده، لكن لو جو صيف لازم احطه في الثلاجه. ممكن يقعد معانا قد ايه في الثلاجه؟ كتير. الثلاجه يقعد كتير زي ما انت عاوزه، تاكلي منه طول السنه. استاذ محمد انت فعلا قربت تخلص؟ خلاص دي كلها طلبيات نازله ان شاء الله. ما شاء الله. كل انا شايفه فعلا كلها طلبيات اهي. دي طلبيات بنحضرها لاسكندريه والساحل الشمالي. وباذنك يا رب راح طنطا. هم 3 4 طلبيات اللي فاضلين معايا. تمام. بحضرهم ان شاء الله باذن الله عشان صحابهم ياخدوها. ما شاء الله. على خير يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله نتقابل بقى السنه اللي جايه كده، الناس اللي جت تكون مبسوطه. طبعا الفرش زي ما انت شايفه كده. خلاص انا شايفه انك خلاص. انا بخلص يعني النهارده كام؟ النهارده 27 واحد 28 واحد، وانت شغال من 28 12. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط. على خير يا رب ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، ونتقابل بقى السنه الجايه على خير. انا بس عاوز اوجه كلمه شكر. اتفضل. لكل اللي شرفني. وليا بقى. وحضرتك طبعا دي انت اساس الاساس. ربنا يخليك. ربنا يخليك بجد. انت ربنا يخليك. ربنا يكرمك من ذوقك. وفعلا كل اللي بيجي من طرفك كلهم ناس محترمه وافاضل وعلى مستوى راقي جدا. بشكرهم وبقول لهم نورتوني وشرفتوني وكبرتوني، مش اكتر من كده. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. اشوفك على خير. مع السلامه.